الفيديو ده هكلمك على 3 خطوات بسيطة جدا، او مش بسيطة، هم صعبين بصراحة، بس انت وعدتني انك هتعمل الشغل المطلوب. ال3 خطوات دول زي ما تقول كده زي لعبة مترتبين على بعض، يعني زي 3 مراحل. المرحلة الاولى تكاد تكون سهلة بس محتاجة تدريب، بس المرحلة التانية اصعب، لغاية مرحلة اللي هي مرحلة الوحش اللي هي المرحلة الثالثة، المرحلة الاخيرة، وديت بعد طبعا تدريب. لو وصلت لها فعلا ولو طبقت المعلومات اللي فيها، ساعتها فعلا هتحس بتغير كبير جدا، وهتحس ان فعلا انت قدرت انك تعالج الخوف اللي جواك، ايا كان بقى انت خايف من حاجة انها هتحصل، او خايف انك تاخد قرار معين فيحصل نتيجة معينة، ايا كان الخوف ده سببه ايه، هتقدر انك تتعامل معاه. بس ده لو قدرت انك تعمل الشغل المطلوب، وانا في الفيديو ده هقول لك دلوقتي على الشغل المطلوب، ويلا بينا نبدأ. تعالى نبدأ مع بعض كده أول سلمة والمرحلة الأولى اللي هي التعرف على الخوف، يعني إننا نبدأ نتعرف على الشعور نفسه ونبدأ نشوفه. طب ايه الابداع في كده؟ الفكرة إن الفكرة دي كده على قد ما هي بسيطة وتكاد تكون تافهة، لكن تقريبا محدش بيعملها لأنها فعلا صعبة وقتها. كل الناس بتبدأ تكتشف إنها خايفة بعد فترة، يعني تبدأ تعمل أفعال أو تاخد قرارات بناء على إن هي خايفة وهي مش شايفة إن هي خايفة. فلما الدنيا تبوظ وحياتهم تبوظ يبدأوا يقولوا إيه ده إحنا عندنا مشاعر سلبية. فلو إحنا بقى لحقنا الموضوع من أوله وبدأنا نشوف الخوف أثناء ما هو بيظهر، كأن أنا دلوقتي حاسس بخوف جوايا، دي أول خطوة ودي مهمة جدا في إننا نقدر نتعامل مع الخوف ده ونقدر إن إحنا نعالجه. الخطوة التانية أو المرحلة التانية بعد ما شفت الشعور جواك هو إنك تحاول تتقبله، يعني توافق، يعني تدور على الحاجة اللي جواك اللي رافضة إنك تكون خايف، أو بتقول لا ده مش المفروض يكون بيحصل دلوقتي، أنا مش المفروض، أنا ما ينفعش أكون خايف لأن أنا مش جبان وكل الكلام التافه ده. ودي صعبة جدا برضو، أصعب من المرحلة الأولانية، بس هتيجي معاك كل ما تبدأ أنت تفكر عقلك وتفكر نفسك إن أنت يعني ما فيكش حاجة مميزة قوي يعني عن بقية البشر عشان ما تخافش. ابدأ فكر نفسك إنك طبيعي إنك تخاف، وابدأ قول لنفسك على قد ما ده بيضايق العقل جدا وعلى قد ما هتحس بعدم ارتياح وقتها، بس ابدأ قول لنفسك إن طبيعي أنا دلوقتي خايف ومفيش مشكلة في كده. المشكلة مش في الشعور نفسه، أنا بني آدم وجوايا شعور بالخوف، ودي حاجة عادي إنها تحصل، لا هي حلوة ولا هي وحشة، يعني اللي بيحصل ده طبيعي. هيساعدك في ده جدا إنك تتقبل الشعور، أنا عارف الموضوع ده صعب، هيساعدك في ده جدا فيديو كامل أنا عامله كامل على التقبل وإزاي إن أنت فعلا تتقبل حاجة أنت مش عايزها لأنها فعلا صعبة جدا. فبعد الفيديو ده شوف الفيديو بتاع التقبل، هيساعدك كتير إنك تطبق المرحلة التانية دي. كده انت وصلت بقى للمرحلة الثالثة والأخيرة، نقدر نقول إن هي مرحلة الوحش، وهي إنك تفصل نفسك عن الخوف. ودي بتحتاج درجة عالية شوية من الوعي، لأن سهل جدا إنك تنساها فجأة من كتر ما انت حاسس بخوف، فجأة تلاقي نفسك بقيت انت الخوف نفسه، يعني بتبقى انت عبارة عن الخوف. الخوف هو اللي بيفكر، الخوف هو اللي بياخد القرارات، الخوف هو اللي بيعمل الأفعال في حياتك. انت بتكون في حالة كده شبيهة بمرحلة النوم وبتتفرج بس على حياتك وهي بتبوظ، بتبقى انت الخوف نفسه. لكن الموضوع باختصار شديد جدا، ونقدر على طول بسرعة نوصل لنتيجة ان انت مش الخوف اللي جواك، عن طريق ان انت لسه شايفين من شوية المراحل الاولى انك شايف الخوف جواك. فاسأل نفسك هنا، لو انا شايف الخوف جوايا مين اللي باصص؟ مين اللي شايف؟ انا هو شايف في خوف جوايا بيظهر، يبقى انا هو الخوف ولا انا اللي شايف؟ كأنك بالظبط كده في سينما وبتتفرج على فيلم. اي نعم انت في الفيلم ده انت متفاعل مع الشخصيات، بس انت عارف انك مش الشخصيات، انت عارف ان انت مش الشخص ده اللي خايف مع انك حاسس زيه، بس انت عارف ان في شاشة وانت غير اللي بيحصل. نفس الكلام، انت باصص على حياتك وانت باصص على حاجة جواك، كأنك بالظبط بتتفرج على فيلم وانت عارف ان انت بتتفرج على الموضوع من بره. بعد ما تطبق ال3 خطوات دول انا متأكد انك هتلاقي تغير جذري في حالتك النفسية وفي تحكمك في مشاعرك كمان. وقول لي في الكومنتس فعلا لو الموضوع ليه لازمة،
او انت شايف ان ملوش لازمة. في النهاية بشكركم جدا على المشاهدة، واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية، وسلام.